ويا مساء الخير ومساء العافية عليكم حبايبي، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وأفضل وأحسن الحال إن شاء الله. ورجعت وياكم اليوم بفيديو جديد، إن شاء الله الفيديو راح تستفادون من عنده وإن شاء الله راح يعجبكم. وأكيد بنات إذا عجبكم لا تبخلون علي باللايك، وإذا شفتيني بالصدفة يا ريت تنورين القناة. ويلا بنات، لتجديد الطاقة وقضاء الحوائج أكيد الصلاة على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واليوم بنات حبيت أشارككم طريقة الكباب العروق، يعني كباب مطاوة. طريقة كلش حلوة وكلش سهلة، وطريقة تختلف عن طريقتي السابقة. فإن شاء الله بنات أكيد راح تشوفوها وراح تجربوها وراح تعجبكم. ومثل ما شفتوا ببداية الفيديو كان عندي نص كيلو من اللحم المثروم، وطبعا قسمته بالنص، نص راح اخذ من عنده اسوي بيه كباب يعني كباب عروق، والنص الثاني راح اسوي من عنده فالجدر دولمة معدل ويجنن ويخبل. فهنا بنات طبعا المكونات مال الكباب كلها اني اثرمها بايدي، واحب من اثرم المكونات مال الكباب ما تكون كلش ناعمه، احب شويه يعني يكون مثلا البصل الطماطم احب اثرمهم يعني شويه بيهم شلون نقول خشن، يعني مو كلش ناعم. فهنا بنات كثر اني طماطة. هواي بنات يقولون ليش الكباب عندنا يا اما ييبس يعني يصير يابس، او يصير لين من الداخل. بنات من ييبس عندك معناها انت مخليت له هواية طحين، واذا يصير عندك لين انت دا تقليه على نار كلش عالية، فتشوفيه يعني الغلاف مال الكباب بسرعة يستوي، بس داخله بعد ما مستوي، فبسبب النار قوية فيطلع الداخل مالته عجين والخارج مالته شوية يعني مستوي او مقسد. هنا بنات كثرت طماطة لان كلش احب الطماطة بالكباب، يعني قد ما اكثر لها يكون بعد اطيب، وخصوصا اذا كانت الطماطة شوية حمرة ولينة تصير بعد تجنن، الشكل مالته يصير بعد احلى والطعم يصير كلش طيب. فهنا مثل ما شفتوا بنات اللحم المثروم والبصل والطماطة وراح اثرم عليه الكرفس. تقدرون بنات تثرمون شعتكم بالثلاجة، تقدرون تثرمون بوتيتا، اكو بيهم يثرمون شجر، حتى باذنجان تقدرين تثرمين وياه، بس اني طريقتي بس هاي المكونات، بصل وطماطة وكرفس. وكملوا الفيديو وراح تشوفون الطريقة. وزوجت ابني وتورطت ورطة. اكو وحدة تزوج ابنها وتقول تورطت، بالعكس اصلا المفروض تفرحين. هذه وحدة من البنات اللي سولفت لي سالفتها او قصتها، تقول اني اول ولد الي وزوجته، بس شنو اتورطت. ابني قبل الزواج كان كلش زين وياي، ويعني مداريني وعينه على البيت وعينه علي وكلش يعني ما شاء الله كلش راضية عنه وما مقصر وياي. تقول اني زوجته، تقول هذا الولد انقلب علي وعلى اخواته، تقول مع العلم زوجته خوش بنية وحبابة، ويعني حتى هي مقابلة على تصرفاته. المهم بنات قالت يوم من الأيام اكتشفت إنه أخوات زوجته هم اللي يقرون براسه، ويعني شلون إحنا نقول يحشون براسه. فهنا بنات تقول أني أخذت موقف من زوجته، قلت لها أخواتك هم السبب، وانتي حتى انتي راح يضيع من ايدك مثل ما ضاع من ايدي. ولو تعرفون شنو الرد مال زوجة ابنها الها، بصراحة انا تفاجأت. تعرفون بنات كان شو تقول لها؟ تقولها اني ما اعرف مصلحتي، واني من النوع الجبانة وما اخذ حق بايدي، فخليهن هن اخواتي اللي يدافعن عني ويعرفن مصلحتي، ويعني شلون مخولات بحياتي هن. تقول اني رأسا رديت عليها، قلت لها يعني شنو ياخذن حقك؟ ليش بيناتنا حرب بيناتنا شي؟ فتقسم هذه البنية تقول والله العظيم، يعني هي المرية ام الولد، تقول والله العظيم اني يعني كل شغل البيت والطبخ وهذه السوالف كلها، يعني الروتين مال البيت كله انا قايمة بالواجب، وبناتي. تقول هي طبعا موظفة
تروح للدوام وترجع تنام تقعد، يعني مجرد توقف بالمطبخ ويا البنات إذا يسوون العشاء، يعني مو هي اللي تسوي عشاء. فتقول كل هذا أنا متحملة على خاطر ابني لأن ما أريد أخرب بيته. قلت لها بارك الله بيك، وأكيد الخراب مو حلو والدنيا خلصانة، والإنسان اللي يسوي زين أكيد يلقى بالطريق، والإنسان اللي يسوي الشر ومو زين هم يلقى بالطريق، إذا اثنيناتهن نلقاهن بطريقنا، إذا زين وإذا شر. وشوفوا لي جمال الكباب، يجنن بنات طعمه، ما اعرف شلون اوصف لكم اياه، الطعم يجنن. بالنسبه للتوابل مال الكباب هذا بنات، بصراحه انا ما احب اضيف توابل للكباب خصوصا مال التقلاه يعني مال الطاوه، بس هالمره شويه غيرت، خليت شويه كركم وشويه من الفلفل الاسود. بس بنات يعني الكركم ويا الطماطة خلى الكباب لونه يصير لون البرتقالي هيك، يعني مو أصفر. يمكن شفتوا العجينة مال الكباب شلون كان لونها يجنن، يعني مو صفرة. فأني ما أحب أضيف توابل للكباب مالتي، يطلع كلش طيب بنات. أكو يحبون يضيفون كاري وبابريكا وكل هاي الشغلات، بس بصراحة بنات أنا أحب أستلذ بالكباب بحيث من أكله أحسه مثل كباب أهلنا قبل. فهذه طريقتي أنا بالكباب، إن شاء الله بنات تجربوها وادعولي. وأتمنى منكم بنات إذا وصلتوا وياي لهنا من الفيديو، أتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك إذا بعدش ما مشتركة، وإذا تقدرين ويا رب إن شاء الله الإيد اللي تدوس اللايك وتعلق يجعلها صدقة جارية بحياتها، لأن أكيد الشغلات الزينة اللي ننطي عليها لايك هذه تعتبر صدقة جارية بحياتك. ليش بنات؟ لأن اللايك يصعد الفيديو الأكبر عدد من الناس يشوفوه، وأكيد راح يستفادون من عنده، وأكيد يرجع السبب إلك لأن أنت ضغطتي اللايك وصعدتي الفيديو. وهسه حبايبي قرب فيديونا على الانتهاء، إن شاء الله يا ربي عجبكم، وإن شاء الله راح تستفادون من عنده، وأترككم بأمان الله وحفظه، وانتظروني في فيديو ثاني أو فيديو جاي إن شاء الله.